الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كثر الحديث عن حب النفس، وكثر الناصحون بالطرق التي توصل الإنسان إليها، من قبيل اعمل رياضة، اعتني ببشرتك، اشتري واصرفي بحب. عن نفسي أرى أن أعلى مراتب حب الذات هو حب الدخول إلى الجنة، أن تعبد خالقك وترضيه، وتختار أن تكون عبدا صالحا لتحيا مطمئنا في الدنيا وتقي نفسك نار جهنم. فأي حب في الدنيا أعظم من أن تختار لنفسك الجنة وتعفيها من العذاب؟ يا مرحبا حبيبات قلبي، إن شاء الله تكونوا بخير وإنتوا عم تشاهدوا فيديو اليوم. ويا صباح الخير ويا مساء الخير ويسعد لي كل أوقاتكم يا رب. كيفكم صبايا؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا إنتوا بخير. طبعا هذا الفيديو يوم الجمعة وكمان يوم العطلة اللي هو يوم الجمعة ويوم السبت. شاركت معكم يومين لأنه باليوم الواحد ما بقدر أصور كل الفيديو، فقلت لحالي خلاص يعني كان الفيديو ناقص، وقلت لحالي خلاص بكمله يوم السبت وبصور. فسبحان الله طلع الفيديو كتير حلو. الشخص الهادي أكثر إنسان ممكن يصدمك في حياتك، لأنك أنت أساساً تحس إنه بارد وشايف نفسه ومتكبر، والحقيقة اللي ما حد يعرفها عنه عنده دائرة صغيرة جداً تقدر تشوف فيها حقيقته. ولو تشوف الشخص الهادي في دائرته بتقول هذا مستحيل يكون هادي. ممكن تشوفه أكثر واحد يسولف، أكثر واحد يمزح، وصراخه في كل مكان، لدرجة تقول عنه هذا مجنون. واللي يميز الشخص الهادي يعرف يظهر حقيقته مع مين. هل أنت منهم؟
هون مثل ما شفتوا حطيت مرطب للوجه وخلصت وضبيت الغرفة مثل ما شفتوا هيك التخت، وشوفي هيك كمان كركبة بالغرفة النوم كله هيك رتبته، وكمان اتجهت على المطبخ. هلا حبيت افرجيكم هاي الزرعة طلعة ورقة جديد صغير، عن جد كتير مبسوطة، وبحس انه هالفترة كتير يعني عم بتطلع اكتر. يعني قبل هالمرة ما كانت تطلع يعني كتير، يعني قبل بهتم فيها وبسقيها كل يوم، يعني برشلها هيك مي، بس ما كانت تطلع يعني بهالسرعة مثل بهالوقت. ما شاء الله عن جد كتير مبسوطة فيها. هلا هدول الزرع بقلب الكاسة هدول نوعين، كان عندي خصن صغير فحطيته وما شاء الله يعني في منهم طلعوا جديد، ومن النوعين كمان طلعوا عريض. النوع الأول اللي كله أخضر الصغير اللي هي اسمها بوتوس، هي النبتة كتير بحبها وبعشقها. وكمان التانية اللي اسمها ديفين، هي اسمها مختصر اللي اسمها ديفين، اللي عنده منها هيفهم انه هي اسمها كتير طويل بس اختصار لاسمها بنسميه ديفين، لأنه عن جد هي كتير حلوة بالبيت. هدول نوعين كتير حلوين بالبيت الصراحة. هلا هاي الكاسة جابت لي إياها رفيقتي وقت اجت لعندي، قالت لي انتي هيك بتحبي هيك شغلات، فحبيت لك اياها واشتريتها. عن جد الله يرزقها وكتير فرحتني، عن جد كتير حلوة. شوفوا يا صبايا هي أول مرة رح استخدمها، أول مرة رح استخدمها قدامكم. الصراحة كتير يعني عبيتها تلج، صراحة كتير عبيتها التلج لأنه هي كتير كبيرة، يعني خرج واحد هيك يمسكها ويطلع لبرا يشرب فيها. لذيذة، يعرف الله يرزقها يا رب. وكمان يا صبايا إذا وصلتوا معي بهي الدقيقة وماركم مشتركين بقناتي، بتمنى تشتركوا بقناتي لأنه عن جد حتروح عليكم فيديوهات كتير حلوة. وكمان لا تنسي تحطي لي لايك، وأي سؤال حابة تسأليني إياه اكتبيه تحت بالتعليقات. وكمان الفقرة الصغيرة اكتبوا لي اسمك ومن أي بلد عم تشاهديني، إن شاء الله حشاركها معكم بفيديوهات الجاية إن شاء الله. وهيك الشكل الدب الصراحة ما انتبهت عليه إنه هو هذا الشكل الدب اللي ماسك كاسة بعد ما حطيت النسكافيه والحليب. صراحة كتير حلو، بس شفتوا أول ما سكرتها بلش هيك الضغط اللي بقلب الشلمونة كله طلع، شرب فيها النسكافيه عالم تاني. هون يا صبايا بهذا اليوم كنت دغري هيك طبخت، عملت بامية ورز، البامية بالشوربة الحمراء. الصراحة نسيت ما حطلها قطع لها يعني البندورة هيك بحجم صغير. ما بعرف، ما كان عندي متوفر البندورة للطبخ، كان عندي بس للفطور هي البندورة الكرزية، ما بتزبط بحسها للطبخ. مثل ما شفتوا عملت البامية بالشوربة الحمراء، وكمان حتى رز بالشعرية عملت هيك على السريع. فإن شاء الله إذا حابين هيك أشارك معكم طريقة البامية اللي أنا بعملها، وكمان اكتبوا لي تحت بالتعليقات. وهون يا صبايا صار المساء، رحنا على الحديقة أنا وولادي تقريبا هيك ساعة أو نص ساعة، لأنه عن جد كانوا الجو كتير حلو. يعني أنا بطلع كل يوم بتمشى مثلا الحديقة هيك فيها مساحة للمشي، فكتير بمشي مثلا، فبمشي كتير. وبس والله هون هيك كان يوم الجمعة.
نطرتك أنا، ندهتك أنا، رسمتك على المشاوي، يا هم العمر، يا دمع الزهر، يا مواسم العصافير، ما أوسع الغابي وسع الغابي قلبي، يا مصور عبابي ومصور بقلبي. وهون بهذا اليوم كان يوم سبت، فطلعت أنا وجوزي نجيب أغراض مقاضي الأسبوع. صراحة ما صورت لأنه دغري كان المطر ومطرت ونحن طالعين، فحبيت أصور لكم هيك الورد بالحديقة. عن جد هيك كان المنظر كتير حلو، والروايح حتى بالحديقة كتير حلوة عن جد. مين بحب هيك يطلع بجو المطر أو بعد المطر أو بعد ما بتنزل المطر، واحد يطلع هيك تحسوا الدنيا انجلت جلي، وما شاء الله الروايح عن جد كتير حلوة. وهون يا صبايا بعد ما رجعت على البيت قررت انه اطبخ بكير، بتعرفوا يوم عطلة. قلت لحالي عشان اقعد خلص مع جوزي ومع الاولاد وبس. والله هون طبخت هيك طبخة سريعة، وحسيتها يعني هيك شتوية وكتير لذيذة هيك بجو المطر. الصراحة كنت بدي أعمل حدا شوربة العدس، بس قلت لحالي لا خلص يعني هي الطبخة بتكفي. الحمد لله، الله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. فمثل ما شفتوا أول شي قطعت بصل وحطيت كمان لحمة. اللحمة إذا بدكم إياها تحطوها، إذا بدكم لا فهذا اختياري. وكمان حطيت حبة من الفليفلة الخضراء، وحدة خضراء ووحدة كمان الحمراء. هلأ الخضراء كانت عندي فريش والحمراء ما كان عندي فريش، فطلعت من الثلاجة وحطيتها بالطبخة. فحركتهم كتير منيح لحتى هيك يتحمسوا مع زيت وفلفل وملح. وبعدها يا صبايا قطعت البطاطا مربعات مثل ما شفتوا، وحطيتها فوقهم لحتى هيك يستووا. وكمان حطيت معه كاسة من المي عشان كمان البطاطا تستوي أسرع. وكمان رح أعمل حدهم، وكمان رح ناكل حدهم اللي هن المقبلات حدهم. رح أقطع بندورة، عندي بندورة كمان كرزية رح أقطعها، وكمان عندي المخلل رح أقطعه. المخلل اليوم جبته فحبينا هيك اليوم نطبخ الطبخة وكمان حدا مخلل. كمان رح أغسل النعناع وأنقيه وحطه كمان حد مسقعة البطاطا. شو بتقولوا لأنتو هاي الطبخة؟ أنا بسميها هيك محمسة البطاطا مع البصل والفليفلة واللحمة، تطلع كتير لذيذة وعن جد كتير طيبة يا صبايا إذا بدكم هيك طبخة سريعة وما بتضلوا كتير على الغاز. والصراحة أنا ما بحب وقف كتير على الغاز بفصل الصيف، بحسه كتير يعني بضيق خلقي. لازم كل ربع ساعة نقلب البطاطا عشان ما تحترق من تحت. وهيك يا صبايا استويت عندي وسكبتها بالبيركس، وهيك ألف صحة وبس. والله هون يا صبايا بيكون وصلنا بنهاية الفيديو. إن شاء الله يكون هيك عجبكم وكمان استفدتوا منه لو شغلة صغيرة. أنا بكون كتير مبسوطة وبشوفكم على خير إن شاء الله بفيديوهات الجاية. وهلا رح أترككم بأحلى لقطات بالفيديو كلياته. بشوفكم على خير إن شاء الله. سلام.